السلام عليكم، معاكم صبري فتحي صلى على النبي ويلا بينا. طيب هنيجي بعد كده بقى في افضل انواع الايه، التضحيه. اه الفكره في ايه؟ قال لك والله هما 3 احوال بالنسبه للشعار وبالنسبه للحم وبالنسبه للون. ايه الافضل بالنسبه للثلاثه؟ هو بيتكلم على كده يعني يا استاذ. لازم نعرف ان كلمه شعار، هو شعار الاضحيه يا مستر اللي هو كسرة اللحم. الشعار يعني إيه؟ يعني كسرة اللحم. احنا اهم حاجه اللي يهمنا في العيد كسرة اللحم، فده الشعار بتاعها الاساسي. تمام كده. فاحنا نتكلم دلوقتي يا مستر من حيث الشعار يعني كسرة اللحم يا استاذ، مين الافضل؟ طب بالنسبه للحم وحلاوته وطعمه مين الافضل؟ طب بالنسبه للون مين الافضل كده يعني. فاحنا بناخد الافضليه. قال لك من حيث الكسره بقى، اول حاجه البدنه. البدنه زي ايه؟ احنا قلنا الجمل والناقه، ثم البقره بعد ذلك. طب ليه؟ لان لحم بدن اكتر. وصلت كده. فاحنا بدأنا بالايه؟ بالبدن عشان كده. ثم البقر. يبقى البدن ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. ده بالترتيب من حيث الأكثرية يعني. تمام. طب بدأ بالضأن ليه؟ لطيب الضأن عن المعز، واحنا عارفين الضأن يعني ايه؟ يعني الخروف. والمعز اللي هو مثلا المعيز مثلا اللي هو المعزة والشاة يعني. فانت عندك العلة بقى هنا. البدن ليه؟ هي اللحم أكثر. الضأن ليه؟ اللحم أطيب وأحلى وأطعم. وصلت؟ وأكثر برضه. طيب أنا دلوقتي جبت بقرة وذبحتها أو ضأن وذبحتها. طب الأفضل إيه بعد كده؟ إن أنا أتشارك في بدنة أو بقرة. يبقى المشاركة من حيث الكثرة في بدنة أو بقرة يا أستاذ. ده من حيث الأكثر. تمام؟ طيب من حيث بقى طعم اللحم وطعامته يعني وحلاوته. قال لك والله بالنسبة للحم، لحم الضأن خيرها. يبقى الضأن هو الحلاوة والطعم. الطعم يعني وصلت كده والحلاوة. لحم الضأن أول حاجة من حيث الطعم والإيه والحلاوة يعني. 2. وسبع الشياه يا أستاذ. الشياه يعني الماعز يعني. أفضل من بدن أو بقرة. تمام. فبيتكلم على الماعز بقى السبع ماعز يا أستاذ، شات الماعز يا أستاذ. طيب وبعد كده الشات أفضل من المشاركة في البدن والبقرة. ليه؟ الانفراد بركة الدم. لأنك ساعتها لو أنت ما اشتركتش في بدن أو بقرة وجبت شاه وذبحتها لنفسك أنت، يبقى أنت لوحدك بس كده اللي هتنفرد بالثواب ده كله لوحدك أنت يعني. فأنت لوحدك ذبحت لوحدك يعني. وصلت؟ فثوابها ليك أنت لوحدك بقى. لأنك أنت لوحدك بس اللي هتذبح بس. وصلت؟ قال وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية. السمين يعني اللي مليانة لحم، بترمي لحم كتير. وصلت؟ مليانة ايه؟ لحم، هو ده السمين. طبعا السمين افضل من ايه؟ من غيرها. ثم ما تقدم من الافضلية في الذات يا استاذ. يبقى احنا وضحنا كده يا استاذ الموضوع بقى. لو بدنة وسمينة كده ها تبقى افضل، ولو بقرة وسمينة تبقى افضل، وهكذا. طيب. طب من حيث اللون، قال لك البيضاء افضل. البيضة افضل. ثم الصفراء، زي البقرة الصفراء كده. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صح؟ ثم العفراء اللي بيضها مش صافي. العفراء دي اللي بيضها ايه؟ مش صافي، التي لا يصفو بياضها. ثم الحمراء ثم البلقاء. والبلقاء يعني منقطة. والله حتة سودة وحتة بيضة كده يعني. ثم السوداء. ثم ايه؟ السوداء. سوداء. اه. طب الأفضلية في اللون دي ايه علتها بقى؟ مم. والله قيل للتعبد. هو زي ما الرسول قال كده خلاص، ربنا خلاص احنا بنسمع كلام سمعا وطاعة شكرا. حاجة امور تعبدية ملناش احنا ايه دعوة بالحكمة. لو احنا حتى ما عرفش الحكمة بس زي ما قال الرسول بنعمل. وصلت؟
وقيل لحسن المنظر، والله البيضة شكلها احلى مثلا من السمرة مثلا. وقيل لطيب اللحم، والله البيضة لحمها اطيب من مين؟ من اللحم اللي لونه اسمر يعني. ايه الدليل؟ ما رواه احمد، الامام احمد، خبر حديث مثلا: لا دم عفراء احب الى الله تعالى من دم سوداوين. العفراء ايه؟ التي لا يصفو بياضها يعني. يبقى طب واحد يقول لك ايه الحكمه من اختلاف او الافضليه في اللون؟ هنقول له والله يا اما للتعبد سمعا وطاعا، يا اما لحسن المنظر، يا اما لطيب اللحم. طب ايه الدليل بتاعك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دم عفراء احب الله تعالى من دم ايه؟ سوداوين. ايوه كده يا استاذ. يبقى احنا انتهينا كده من موضوع بقى الافضليه من حيث الكثره اللحم. قلنا البدن للبقره يا استاذ، ثم الضأن، ثم الماعز، ثم المشاركه. طب من حيث الطعم بقى، والله الضأن ثم الشياه. ثم واحد يقول لك ايه؟ طب ليه الشاة افضل من المشاركه في البدنه؟ ليه الشاة افضل؟ هتقول له لانفراد براقه الدم، لانك هتذبح انت لوحدك، يعني الدم اللي ذبح ده خاص بيك انت بس لوحدك. واجمع على السبع ايه ولاد الايه السمين اللي هو من الاضحيه يعني، اللي بترمي لحم كتير يعني. كل ما يكون ترمي لحم اكتر ده يكون افضل يعني. ثم في اللون بقى قلنا بقى من اول بيضاء لحد السوداء بقى يا مستر. العله بقى قلنا بقى للتعبد او حسن المنظر او طيب اللحم. لا حديث: لا دم عفراء احب الله تعالى من دم ايه؟ سوداوين. وما لا يجزئ في التضحيه. الاولا بس كده نكتب جنب الكلمه دي يا استاذ حاجتين اتنين. رقم واحد، كلمه يجزئ بتساوي لا يضر، عشان بس ايه نتفق مع بعض يعني ان يجزئ هي لا يضر، وكلمه لا يجزئ هي يضر. وصلت؟ عشان الاحكام هتتغير دلوقتي. فانت عارف ان لا يضر هي يجزئ، ولا يجزئ هي ايه؟ يضر. صعب الكلام؟ لا. فرجع بيتكلم على ما لا يجزئ في التضحية. ما لا يجزئ في التضحية أربع لا تجزئ في التضحية، ما ينفعش نضحي بيها أصلا يعني: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعشفاء. الأول برضو دي الأحكام اللي أنا كتبتها على الصفحة دي أحكام. رقم اتنين هتكتب لي برضو عندك دلوقتي كده يا أستاذ قاعدة ثابتة برضو. إيه القاعدة الثابتة دي يا أستاذ؟ كلمة البين، البين دي بتساوي لا يجزئ أي لا أي يضر. أي إيه؟ يضر يعني. طب وكلمة اليسير بتساوي يجزئ يعني لا يضر. وصلت؟ وتكتب لي ما عدا الجرباء سواء يسير أو بين حكمها لا يجزئ. وصلت؟ عايز اقول لك ايه هنا؟ انا عارف ما انتش فاهم حاجه، ماشي، مالناش حاجه، بس اكتب بس القاعده دلوقتي ان اي حاجه اي حكم في كلمه بين هيبقى حكمه لا يجزئ يعني يضر، واي حكم في كلمه يسير هيبقى حكمه يجزئ يعني لا يضر، ما عدا الجرباء بس. الجرباء ديت سواء يسير او بين هيبقى حكمها ايه؟ لا يجزئ يعني يضر. ماشي. وصلت كده؟ وصلت كده. خدنا القواعد. خدنا قواعد. يلا بقى نشتغل على الدرس بقى. يلا. قال هو بيديك اجمالي العوراء والمرضى والعشفاء والعرجاء. والعشفاء دي اللي هي ذهب مخها يعني من كتر الضعف اللي هي فيها، بس اشرح ده كله بالتفصيل قدامنا يعني. اول حاجه العوراء البين عورها، وضابطه لم تبصر باحدى عينيها وان بقيت الحدقه. يعني عينيها البياض مغطي عينيها، اللي بتاع الابيض اللي على العين ده يعني مغطي عينيها عادي، حتى لو الحدقه بتاعت عينيها دي موجوده والبياض مغطي برضو عادي جدا، ممكن تكون عوراء عادي. وصلت؟ وصلت. يعني مش شرط تكون الحدقه مش موجوده، لا، ممكن تكون موجوده وبرضو ايه لا تبصر، البياض مغطي عينها خالص حتى لو الحدقه ايه يا استاذ موجوده. هذا معنى الكلام. وصلت كده؟ فادي العين هي يا استاذ، وادي الحدقه، ولو اعتبرنا ادي البياض اهو يا استاذ يعني ايه؟ تمام اهو. اهو ده البيض اهو. المفروض ان انا اعمل اصلا هي مش عارف ليه ما بتعملش، دي كانت بتكتب قبل كده اهي. معلش اهي
ده يعني ده اعتبر الازرق ده البياض. وصلت؟ هو مغطى على عينيها كله. وصلت كده؟ فهمت الفكره ايه هنا؟ فهمت الفكرة. ايوه يا مستر، هو ده البياض. حتى بس الحدقه موجود، ايوه الحدقه موجوده يا استاذ. الحكم ايه؟ الحكم ايه؟ قال لك ساعتها لا يجزئ ان انت تضحي بيه. لا ايه؟ لا يجزئ ان انت ايه تضحي بيها، ما ينفعش. يبقى العوراء مالها البين عوراء، احنا قلنا طالما فيها كلمه بين يبقى ايه؟ لا يجزئ على طول، حتى لو الحدقه موجوده، حتى لو الحدقه موجوده. صعب الكلام. طيب لا. السؤال اللي بعده يقول، هترجم لك في الاخر بس اشرح بالراحه يعني. هو دلوقتي العوراء ولا العوراء بين؟ العوراء بين. هو ليه حدد كلمه بين؟ هو عايز يقول لك بين، قال بين ليه يعني؟ السؤال اللي بلغط ده كله بيقول لك في معناه، هو قال بين ليه؟ ما قالش عوراء وسكت ليه؟ دي الفكره يعني. رد الشافعي وقال اصل العور بياض يغطى او يغطي الناظر. يبقى العور بيغطي الناظر اللي هي العين يعني، اللي هو البياض بيغطيها. فان كان كذلك فطار ممكن يكون يسير، يعني ممكن البياض ده حاجه بسيطه مش عامي عينها خالص، صح؟ فيبقى العور يسير ولا مش يسير؟ يبقى العور يسير فلا يضر. ما احنا قلنا القاعده بقى، اي حاجه فيها يسير لا يضر. صعب الكلام. تمام. طيب فلا بد ان انت تقيد العور بالبين، عشان ساعتها يبقى الحكم ايه بقى يا مستر؟ يبقى الحكم يدور. وصل كده الفكره؟ يبقى هو ليه قال بين ليه؟ لان عندك يا باشا العور ممكن يكون بين وممكن يكون يسير، فلو يسير حكمه لا يضر، ولو كان بين حكمه ايه يا استاذ؟ حكمه يضر. ده معنى الكلام. فقيل، نقرا بقى السؤال بقى مثلا نقراه. قال فان قيل فلا لا حاجه للتقييد بالعور البين، لان المدار والاساس في عدم اجزاء العوراء على ذهاب البصر من احدى العينين. هو عايز يقول لك كده يعني، احنا كده كده عارفين العور هيذهب البصر، فهو قال لك ليه انت قيدت بالبين ليه؟ هنقول له والله ممكن يكون العور ده شيء يسير فبالتالي لا يضر. فاذا قيد بالبين، يعني لو طلع فعلا عور بين يبقى ساعتها ايه؟ يضر. صعب الكلام. تمام كده يا استاذ. هنيجي بعد كده نتكلم على العرجاء. بس العرجاء ايه يا استاذ؟ البين عرجها. ما احنا قلنا بقى البين اهو، وضابطه بان يشد عرجها بحيث تسبقها الماشيه المرعى وتتخلف عن القطيع. هي الماشيه ماشيه قدامها اهي، قدامها اهي رايحه تاكل من المرعى وهي ورا. العرجاء دي ورا، رجلها في رجل اطول من التانية، عماله تعرج وماشيه، فبالتالي مش قادره تحصل الماشيه. فاصحابك دول اللي طلعوا في الاول دول في الماشيه دول يا استاذ، لما يوصلوا المرعى هيخلصوا الاكل كله. فصاحبتك دي ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتاكل، هتضعف، صح؟ صح. فبالتالي ساعتها هينقص اللحم بتاعها يا استاذ. فاذا فالعوراء العرجاء البين عرجها مالها يا استاذ؟ لا يجزئ، يعني يضر. لا يجزئ يعني ايه؟ يعني يضر. ازاي؟ ان العرج بتاعها يشتد عليها بحيث ان الماشيه تسبقها للمرعى وهي تتخلف عن القطيع، تبعد عن القطيع يا استاذ. صعب الكلام. طب فاذا كان العرج يسير بحيث لا تتخلف، بتعرج بس لا يا باشا، ده وحش بتجري بتروح معاهم، هنا لحقتهم عادي، بتلحقهم عادي، مع انها عرج يسير. قال لك لو كان والله يسير بحيث ان هي لا تتخلف عن الماشيه لم يضر، كما في الروضه. يبقى احنا وضحنا يعني ايه، يعني ايه لم يضر؟ يعني تجزئ. صعب الكلام. ما احنا وضعنا قاعده بقى، طالما بين يبقى لا يجزئ، يسير يبقى يجزئ. صعب الكلام. خلصنا من العور والعرج. هنيجي في رقم 3 المرض. المريض البين مرضها أيضا، وضابطه بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها. الهزال يعني ايه؟ يعني ضعف جسمها، ضعيفة وبتخس. وصلت كده؟ أما فساد لحمها يعني ايه؟ يعني اللحم كده من الآخر كده طعمه مش حلو، طعمه مش حلو يا عم. دي الفكرة بقى يا أستاذ. فده معنى فساد لحمها، وده معنى ايه؟ هزاله. يبقى المرض اللي هي تعبانه بيه يا يخليها ضعيفه خالص، جسمها ما فيش لحم اصلا،
يا اما اللحم بتاعها هيكون فاسد. مش فاسد يا رب، طعمه مش حلو يعني. تمام كده. اذا فالمريض البين مرضها ايضا لا يجزئ. يبقى البين مرضها ايضا لا يجزئ، يعني يضر. طب فاذا كان المرض يسير لم يضر. لم يضر يا استاذ. نعم. قال فما حكم التضحية بالهيماء؟ الهيماء دي ايه؟ اللي هي يا استاذ تلاقي المرعى كده في النص، الماشية في النص وهي عمالة تلف حواليه. دي الهيماء يا سيدي. البقرة اللي عمالة تلف حوالين المرعى ما بتاكلش. وصلت؟ مقضيها رياضة بس وخلاص. طبعا التضحية بالهيماء قال لا تجزئ. بالظبط كده. لان لو ما كلتش اللحم بتاعها ينقص تضعف. فلان الهيام يعني عماله تهيم في الارض يعني، فلان الهيام كالمرض ياخذ الماشيه فتهيم في الارض ولا ترعى. تمام كده. ولا ايه؟ ولا ترعى. ادي نقطه. ايوه نقطه يا مستر. عماله تلف. هنيجي بعد كده للعشفاء. والعشفاء التي ذهب مخها بسبب ما حصل لها من الهزال، كما قال الجوهري ضد الايه؟ ضد السمن. ضد السمن يا استاذ. عايز اقول لك ايه؟ هي ضعيفه، البقره ضعيفه اصلا، جسمها ضعيف جدا. فمن كتر ضعفها اللي هي فيه والخسان اللي هي فيها دماغها راحت. دماغها راحت. لا بتاكل ومقضيها مشي، بتمشي هنا بتمشي هنا، ما بتاكلش خالص يعني. فايضا العشفاء دي يا استاذ برضو ايه؟ لا تجزئ التضحيه بها يا استاذ. نفس الفكره. وصلت؟ يبقى الدليل على العشفاء والهيماء والدليل على المرض والعرجاء والعوراء، الأدلة أو الدليل على كل ما سبق ما رواه الترمذي والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعشفاء التي لا إيه؟ لا تنقى يا أستاذ. يعني دماغها إيه؟ رايح منها يعني، ملهاش مخ من شدة الإيه؟ الهزال اللي هي فيه. صعب الكلام. هذا الدليل على ما سبق كله يا أستاذ. كده انتهينا ووضعنا القاعدة بتاعتنا: البين لا يجزئ واليسير يجزئ. هنيجي هنا يا أستاذ ونكتب جنب الكلمة ديت المجنونة، وتحت كده نكتب الجرباء في الجملة دي، وتحت هنا كده يكتب الحامل. يبقى انت كده عندك 3 أنواع، صح؟ المجنونة والجرباء والحامل. المجنونة أيضا لا تجزئ. وهي طب اعرف زي المجنونه عماله المرأة هي عماله تلف حواليه، ما دي برضه هي الهيماء، هي المجنونه برضه. ولا ترعى، تدور في المرعى وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، عماله تلف هنا وهنا وما بتاكلش. ولا ترعى الا قليلا فتهزل، يعني ايه؟ تضعف بقى وتخس وتسمى بالتولاء. عادي برضه لا تجزئ. كل ده ينقص اللحم، لا يجزئ. فالتضحية بالمجنونة لا تجزئ. وكيف تعرف؟ تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا وبما تسمى بالتولاء. عامة كده يا أستاذ. يبقى التولاء أيضا هي برضو التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا يا أستاذ. نفس الفكرة. طب نيجي على الجرباء. فاكر القاعدة بقى لما احنا قلنا القاعدة البين لا يجزئ واليسير يجزئ ما عدا الجرباء؟ قال لك الجرباء لا تجزئ في الحالتين، سواء كان الجرب يسير أو الجرب بين. في الحالتين لا تجزئ على الأصح المنصوص. ليه؟ إيه العلة يا أستاذ؟ لأنه يفسد اللحم والودك. الودك ده يعني من الآخر كده يعني الدهن بجميع أشكاله. السمن بقى والودك ده اسمه اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. يبقى يا جماعة الجرب والجرباء دي سواء يسير أو بين لا يجزئ. صعب الكلام؟ طب العلة إيه يا أستاذ؟ العلة إيه يا عم الحاج؟ هتقول له لانه يفسد اللحم والودك. ونخلي بالنا من العلل دي مهمه جدا الامتحان بتيجي من الاسئله دي اصلا يعني. تمام. هنيجي على الحامل بقى. اقرا في الحامل يا استاذ من الاخر كده: ذبح الحامل لا تجزئ ايضا. ليه؟ من الاخر يا عم الحاج لحمه الحامل بتبقى زفره، بتبان فيها زفاره اللحمه. وصلت؟ بتبان ايه؟ زفاره اللحمه يا استاذ.
فالحامل لا تجزئ أيضا كما حكاه في المجموعة الأصحاب وتبعوا عليه في المهمات. وتعجب، خلي بالك، تعجب إيه؟ يعني ابن الرفعة يا ولاد صحح في الكفاية الإجزاء. يعني ابن الرفعة قال لك إيه؟ قال لك إن الحامل تجزئ. إن الحامل إيه؟ تجزئ يا ولاد. فلما قال الكلام ده بقى العلماء تعجبوا من قوله. هذا معنى تعجب من قول مين؟ من قول ابن الرفعة، لأنه صحح في الكفاية وقال الإجزاء، أي قال يجزئ. الإجزاء يعني إيه؟ قال إيه؟ قال يجزئ يا أستاذ هنا. يجزئ بالظبط كده. صعب الكلام؟ لا. يبقى لو رجعنا بقى ورا خالص كده يا مستر، خالص خالص خالص، احنا قلنا الخلاصة بقى ان احنا وضحنا، قلنا البين كله لا يجزئ واليسير كله يجزئ ما عدا الجرباء، صح؟ وعندك برضو المجنونة لا تجزئ، وعندك الحامل لا تجزئ، ده كله لا يجزئ. واكتب بقى اليسير يجزئ والبين لا يجزئ. يبقى انت كده معاك الخلاصة في النقطة دي كلها يا مستر، خلاص كده. طيب نأتي بعد ذلك إلى ضابط المجزئ في التضحية. إيه معنى الكلام؟ الفكرة أيضا يا أستاذ إن في يجزئ ولا يجزئ برضه يا أستاذ، في نفس الفكرة في الأضحية برضه. بس أنا اللي يهمني لما نشرح ده كله إن شاء الله نلخص الكلام ده كله بإذن الله تعالى، زي ما إحنا لخصناه فين؟ في الحامل والمجنونة والجرباء والقاعدة اللي إحنا عملناها في السابق يعني. الفكرة في إيه هنا؟ إن أهم حاجة عندك تحفظ الكلمتين دول. هتحفظ يا مستر الكلمتين دول. إيه بقى؟ ضابط السلامة إيه؟ أو ضابط الأضحية يا أستاذ كده، أنها تسلم أو السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. من الآخر أي عيب في الأضحية هينقص اللحم بتاعها أو ينقص غيره زي إيه؟ زي الذنب، الديل يعني، أو الكوارع، الرجل، أو الأذن. كل ده حاجة بتتاكل مع اللحم عادي. هذا كله يؤكل عادي. أي شيء ينقص اللحم او غيره في الاضحيه ديت او في التضحيه ديت يا استاذ كده لا تجزئ، ما ينفعش. سنان بقى، قرن بقى، ديل بقى، اذن بقى، هناخد كل ده، كل حاجه لها حكمها لوحدها. بس كل كلمه يقول دلوقتي يا مستر ان ايه الضابط بتاعك، هتقول له يا مستر السلامه من كل عيب ينقص اللحم وغيره. السلامه من كل عيب ينقص اللحم وغيره مما يؤكل، دي اهم حاجه عند الضابط ده يا استاذ. يبقى اي حاجه تنقص اللحم او غيره يا ولاد اعرف ان ده لا يجزئ. طب واحده واحده، يلا بينا مع بعض، يلا بينا مع بعض يا استاذ. بيتكلم على اول حاجه حكم التضحيه بالخصي او الخصي. قال يجزئ اللي احنا مثلا الخصي يعني قطعوا ايه؟ عضو التناسلي بتاع مين؟ بتاع الاضحيه، قطعوه، خصوه يعني. فقال يجزئ. قال ايه؟ يجزئ يا استاذ. لان احنا لما احنا خاصينا الكبش ده قبل النزوان الذكر في المرعى هناك، يبقى اللحم هيكتر، صح ولا لا؟ صح. ما هو مش كتر ما عمال يكتر في موضوع النزوان هناك، هيهد جسمه بقى ويقلل لحمه. طب احنا لما خصناه ليك بقى مقابل ايه بقى؟ المقابل اللحم يكتر. ما الراجل بقى يعمل ايه؟ خلاص ما عادش هيقعد ياكل وخلاص. فلما يقعد ياكل وخلاص يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل يا استاذ؟ لحمه يكتر. فلذلك يجزئ الخصي. تمام؟ ايه الدليل؟ ايه العله يا استاذ؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين اي خصيين يا استاذ، خصيين مخصيين. صعب الكلام؟ لا. ايه بقى العله؟ قال واحد، أن جبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكسرة. لما احنا خصناه وقطعنا منه وقطعنا العضو بتاعه، خلي بالك ايه المقابل؟ ايه الجبر؟ جبرنا القطع ده بايه؟ بزيادة لحم. وصلت؟ طيب وكسرة، ما هو لما اتخصى عمال يلف في المرعى وياكل وخلاص، فلحمه يكتر ويكتر. وصلت كده؟ تمام. دي رقم واحد.
هذا معنى كلمة جبر. جبرنا اللي احنا قطعناه بلحمة كتير. 2، الخصية المفقودة أصلا غير مقصودة بالأكل. والقاعدة إيه؟ الضابط إيه؟ السلامة من كل عيب ينقص اللحم. احنا لما احنا خصيناه ده بالعكس، ده احنا زودنا اللحم. طيب الخصية اللي اتشال دي مالها يا مستر؟ غير مقصودة بالأكل، ما بتتاكلش. لأنه قال لك إيه؟ السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. فالخصية لا تؤكل يا أستاذ، إذا فلا يضر يا أستاذ. صعب الكلام؟ لا. ده أول حكم معانا، أول حكم معانا. طيب يا أستاذ، يبقى اكتب بقى عندك كده يا مستر. يبقى تكتب لي في السبورة أول حاجة الخصي. المخص ده ماله؟ لا يضر. ده رقم 1. 2، بيتكلم ما الحكم بتضحية بمكسور القرن. ركز معايا بقى. هي الفكرة في ايه؟ القرن بتاع البقرة ده، القرن ده يا أستاذ ماله؟ القرن ده يا أستاذ يا إما هي لا حالتين، لا حالتين صح؟ يا أستاذ لا حالتين. معلش بقى على الرسم بس مش تفرق، بس احنا عايزين نوضح الفكرة يعني. ادي القرن اهو يا أستاذ، ادي القرن اهو اهو يا أستاذ. القرن ده يا إما هي مولودة بيه، مولودة بيه عادي جدا وانكسر في حال حياتها، يا إما هي أصلا فقداه، فاقدته، فقداه. من يوم إيه؟ من يوم ما اتولدت. هي مولودة من غير إيه؟ قرن أصلا يعني. خلقة. خلقة يعني إيه؟ مولودة من غير قرن. مولودة من غير إيه؟ من غير قرن. إنما مولودة بيه عادي جدا وكسرناه. يبقى أنت ليك كده كام حكم؟ ليك حكمين. طب واحدة واحدة يا أستاذ. قال فتجزئ مكسورة القرن. والله قرنها موجود وانكسر، تجزئ. الحكم ايه؟ تجزئ، ولكن بشرط. بشرط ان هي ما تعبش اللحم ولا يطلع دم لما من القرن ده يا استاذ. ما تنزلش دم من الكسر ده يا استاذ. يبقى شرطين، لا تعب اللحم ولا ينزل دم بالكسر ده. ما تصيرش. يبقى ليك شرطين. يعني يجزي بشرطين. وصلت كده؟ طيب لو كانت فاقده للقرن ده خلقه. خلقه يعني مولوده من غير ايه؟ من غير قرن اصلا يا استاذ. قال لك الحكم لا يضر، يجزئ. ولكن يكره التضحيه بها يعني. يكره التضحيه بها. اعرف بس الحكم دلوقتي. بس الحكم الاصل انه لا يضر. انه لا ايه؟ لا يضر يا استاذ. بالظبط كده يا استاذ. نعم. نرجع بقى للكتاب. قال ومقصورة القرن. قال تجزئ مقصورة القرن بشرط ما لم يعب اللحم، ما تعبش اللحم. ماشي؟ لا تنقص من لحمها ولا تضاف ولا تخلي اللحم فاز ولا اي حاجه من ده كله خالص. 2، وان دمي بالكسر. ما ينفعش ينزل دم بالكسر. تمام؟ قال لك الحكم الثاني بقى، رقم 2 بقى. قال لك لو هي فاقدة القرن او القرن ده خلقة، يعني مولودة من غيره. قال لك الحكم لا يضر. تمام كده؟ طيب ايه بقى يا استاذ؟ ليه؟ العلة ليه؟ قال لأن القرن يا جماعة لا يتعلق به كبير غرض. يعني اخره في القرن يعملوا بايه؟ هيعملوا مثلا مقبض سكين، مقبض سيف، بتاع يلفوه على الايد دي ويلفوه عليها ويعملوا مقبض بالشيء كده. وصل كده؟ دي العلة فلا يضر. لان لما هي اتولدت من غير القرن، القرن مش هيعمل حاجة في اللحم يعني، مش هيزوده يعني. فلما اتخلق بيه اتخلت من غيره، هذا لا يضر يا استاذ، لان اصلا كده القرن لا يتعلق به كبير غرض يعني. طيب فلو كانت مكسوسه القرن يا استاذ وعيب اللحم ضر، يضر. زي الجرب. فاكر الجرب؟ لو احنا قلنا الجرباء يا استاذ يسير او بين يضر. برضو يا جماعه لو القرن بتاعها مكسور وعاب اللحم يضر. ما هو الجرب بيضر ويعيب اللحم فيضر. فبنقيس ديت على دي. صعب الكلام؟ فإن عيب اللحم المكسورة ضر ذلك. طب زي ايه بالظبط؟ زي الجرب يسير او بين يضر يا استاذ. طيب دلوقتي
في النقطة بتاعت ذات القرن دي يا أستاذ، لو أنا عندي شاتين، واحدة بقرنين تمام والتانية من غير قرن خالص، أنا أفضل وأنا أولى؟ قال ذات القرن صاحبة القرن أولى في الأضحية، هي الأفضل يعني. وصلت؟ اه إيه الدليل؟ خبر خير الضحية الكبش الأقرن، الكبش الأقرن. وصلت؟ العلة لأنه أول حاجة كده إيه؟ أحسن منظرا، وفي نفس الوقت القرن كل ما يكبر كده في الكبش يبقى لحمه أكبر، صح؟ اه بل يكره غيرها كمان، يعني ملوش قرن ده يكره إن أنت تذبحه. يبقى إيه الدليل بتاعك؟ خير الضحية الكبش الأقرن، يبقى تذبح الشاة اللي لها قرن يا أستاذ. العلة أحسن منظرا، منظرها جميل ومن لحم كده، وبل كمان يكره غيرها يا أستاذ. خلصنا من موضوع القرن، تمام. هنيجي لفاقدة هنتكلم عن السنان بقى. السنان دلوقتي الشادية أسنانها ذهب بعض أسنانها البعض، يعني طلع من بقها مثلا 2، وقع منها 2 3 4 5 أسنان. وصلت؟ قال لو بعض الأسنان لا يضر. ليه؟ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم. ما هي بتاكل عادي، اعتلاف يعني أكل، يعني هتعرف تاكل عادي يعني وتاكل، فبالتالي مش لحمها مش هينقص يعني. إنما لو ذهب كل الأسنان ضر، طبعا هيضر، لأنه ده يأثر في الأكل، مش تاكل زي ما كلها أسنان، صح ولا إيه؟ صح. طيب يا أستاذ، ده موضوع السنان، البعض لا يضر والكل ضارة. القضية إيه هنا بقى؟ العلة إيه؟ قال أن ذهاب البعض الأسنان إذا أثر، خلي بالك، لو ذهب بعض الأسنان بعضها، لو أثرت في الاعتلاف، لو أثرت فين؟ يعني حتى لو كان البعض يا أستاذ أهو، البعض أثر في الأكل، الحكم يكون كذلك. إيه كذلك يعني؟ يعني يضر، وهو الظاهر يعني الصحيح. يعني يا أستاذ أنت بتقول لي بعض الأسنان لو سقط بعض أسنانها لا يضر عشان مش أثر في الاعتلاف، صح؟ طب لو بعض الأسنان برضه بس أثر في الاعتلاف والأكل، مش عارفة تاكل، هيضر ساعتها بقى، برغم إن هو بعض الأسنان اللي سقط. وصلت؟ تمام. طب سين، وعلى ما يدل ذلك على قول البغوي ويجزئ مقصور سن أو سنين، ذكره الأزرعي وصوابه الزركشي يا أستاذ. فقال إيه؟ ويجزئ مقصور سن أو سنين. ما هو يجزئ ليه؟ لأنها لا تؤثر في الاعتلاف. وصلت؟ طب لو أثر في الاعتلاف يضر. وصلت؟ يبقى احنا وضحنا كده يا أستاذ. قال والقضية أن ذهاب البعض الأسنان إذا أثر في الاعتلاف يكون كذلك، يعني يضر، وهذا هو الظاهر أي الصحيح. كما طب ده اللي ده دل على ايه يا استاذ؟ دل على قول البغوي ويجزئ مكسوس او ايه او سنين، كما ذكره مين؟ الازرعي وصوابه الزركشي يا اولاد. في سؤال؟ لا تمام. خلصنا الخصي وخلصنا القرن وخلصنا الاسنان نخش بعد كده يا استاذ. ممكن تكتب بقى فوق هنا بقى يا مستر، يعني ممكن تكتب هنا جنب كلمه ديت، تكتب جنبها كده الخصي، واكتب هنا القرن عشان تعلم كل حاجه بايه، بالنقطه بتاعت القرن كتبنا وننزل تحت كده نكتب الايه؟ الاسنان. بالنسبه للاسنان يعني الاسنان اهو، وتحت هنا الاذن بقى. يبقى انت عندك 4 اعضاء، 4 اعضاء بنتكلم فيهم في الصفحه دي. وصلت؟ بص. هنيجي على الاذن دلوقتي. ما حكم تضحيه بمقطوعه الاذن او بعضها؟ قال لك لا استنى بقى، طالما الموضوع في ودن لا يجزئ، سواء يا مصر البعض او الكل. قال لك بعض كل يسير مش يسير لا يجزئ. اشمعنى الودن؟ ما احنا قلنا في السنان البعض يجزئ، هتيجي في الاذن تقول البعض لا يجزئ. ليه؟ لان الودن يا جماعه بتتاكل عكس السن ما بتاكلش. وصلت؟ فلما تقطع حته من الودن، ادي الودن يا استاذ، وقطعت منها حته، تمام كده، يبقى ذهب جزء مأكول، يبقى لا يجزئ. ليه بقى؟ ما هو ده خالف الضابط. الضابط ايه؟ السلامة من كل عيب ينكس اللحم او غيره مما يؤكل
واللي غيره ما يؤكل هو الاذن يا استاذ. يبقى قطعت حته من الودن، حتى لو حته يسيره وبسيطه برضه لا يجزئ. ليه يا عم؟ لان الودن بتتاكل، فلذهاب جزء مأكول. صعب الكلام؟ صعب الكلام. هنيجي بعد كده هنتكلم على ما حكم التضحية بفاقدة الأذن خلقة. طب هي مولودة من غير ودن أصلا، ضرة يا أستاذ، خلقة ضرة، عكس مكسورة القرن هناك. لو مولودة من غير قرن لا يضر. طب لو مولودة من غير أذن يضر. صعبة. طب وفاقدة الضرع، الضرع اللي بتاع اللي يطلع اللي بيتحوش في اللبن يعني ويحلو منه يعني، الضرع وصلت. والإلية، الإلية اللي هي اللية، عارف بتاع اللي بتدلدل كده في ورا الخروف كده، اللي بتروح وتيجي بتاعت الخروف دي اللي مليانة كلها دهن، اسمها اللية بقى. والذنب اللي هو الديل. لو فاقدت الضرع يا أستاذ واحد، أو الإلية أو الديل الذنب، خلقة لا يضر، إنما الأذن هي اللي إيه؟ هي اللي تضر. يبقى بالنسبة للخلقة يا أستاذ، يبقى أنت بتتكلم بالنسبة للخلقة دلوقتي. والله لو فاقد خلقة الكل لا يضر، إلا مين؟ إلا الأذن. لو خلقة الحكم إيه؟ يضر. صعبة؟ لا. بالظبط كده يا أستاذ. ده بالنسبة للخلقة، يعني مولودة من غير الحاجة دي. والله مولودة من غير ضرع، من غير إلية، من غير قرن، من غير ديل، الأربعة دول لا يضر. الوحيدة اللي يضر في الخلقة الأذن. ليه؟ لأنها جزء مأكول، خالف الضابط. صعب الكلام؟ لا. نرجع تاني. فقال فلا يضر لو من غير درع أو ذنب أو خلق، لا يضر يعني يجزئ. صح؟ طب افرض بقى ان فقد الدرع او الإلية او الذنب من غير خلقة، يبقى ساعتها يضر. تعالى بقى يا سيدي. فقال ومقطوع بعض الذنب، يعني موجودين اصلا واتقطع الديل، لا يجزئ وان قل. ليه؟ اصل الديل بيتاكل برضه، فلذهاب جزء مأكول. يعني الديل، يعني العيله دي الضرع والإلية والذنب اللي هو الديل، لو مفقودين من غير خلقة احنا قلنا ايه؟ يضر. قطع حتة من الديل، جزء منه قليل كثير، اهم حاجة لا يجزئ يعني يضر. ليه؟ لذهاب جزء مأكول، يبقى خالف الضابط اللي هو السلام من كل عيب ينقص اللحم. تمام؟ تمام كده؟ تمام. انت قلت لي في الاول يا مستر يعني ايه فاقدت الاذن؟ لما انت قلت لي يا مستر في الخلقة لا يضر الكل ما عدا الاذن يضر. طب ليه؟ اشمعنى الاذن لا يضر؟ ليه يا استاذ هنا بقى؟ قال لك لان الاذن عضو لازم، عضو لازم يا استاذ بخلاف ما ذكر. يعني ايه عضو؟ يعني عضو اساسي هيتاكل منه عادي. وصلت؟ وصلت؟ تمام. طيب. بس. وفي نفس الوقت يا استاذ الاذن ديت لازم في كله، انما الماعز مالوش إلية، الذكر مالوش درع، انما الودن عضو لازم في كل الحيوانات. وصلت؟ لا. بس. فاهمها ولا مش فاهمها؟ والله فاهم. يبقى الودن موجودة في كل الحيوانات، فعشان كده لو مفقودة خلقة ضر ذلك. أما بخلاف ما ذكر، إيه اللي ذكر؟ الضرع يعني والإلية والذنب، لا مش موجود في كل الحيوانات. فإذا فقد خلقة لا يضر. ما هو مش موجود يا ابني فين؟ مش موجود مثلا يا أستاذ في الماعز إلية، صح؟ طب لما موجود في الخروف إلية ماشي، ما هو الماعز فيه لحم برضه ونضحي بيه عادي. عشان كده بقى قال لك إيه؟ الحكم إيه؟ لا يضر، لأن ممكن حاجة بإلية حاجة من غير إلية عادي، والاتنين بنضحي بيهم عادي، عادي جدا. فنعامل ده معاملة ده، نضحي بيه عادي. انما الودن موجودة عند كله، فاذا فقدت طبعا يضر يا استاذ. صعب الكلام؟ يعني لا يجزي يعني. نعم مم. يبقى يا استاذ خلصنا من دي. تمام. بعض الذنب برضو ان هي برضو يضر يا استاذ. طب مقطوع بعض اللسان،
بنتكلم دلوقتي على اللسان. قال لك بعض اللسان يضر. ليه؟ لأنه أيضا يا أستاذ خليفنا ضابط السلامة، ففي نفس الوقت لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم. اللسان برضو بتعرف تاكل بالبهيمة أو المعزة، فبالتالي مش هتعرف تاكل زي ما من غير لسان زي ما يكون في لسان، صح ولا لأ؟ فهيأثر في اللحم، فهتخالف الضابط اللي هو السلامة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره. طب كل اللسان يعني هو البعض ضر، يبقى أكيد الكل هيضر يعني. وصلت ولا إيه؟ تمام كده يا أستاذ. يبقى الملخص بتاع الخلقة وضحناه. ها وصلت كده؟ قال الصفحة اللي بعدها شق الأذن أو خرقها. تلاقي الودن مشقوقة مفلوقة. أدي الودن أهي، أدي الودن أهي يا أستاذ. الفلق بتاعها هنا مفلوقة من هنا. هل الفلق ده يا أستاذ، الفلق ده شال حاجة من اللحمة؟ لا، ما شالش حاجة منها خالص. طب أثر؟ لا ما أثرش، لأن ما قطعناش، هي اتشقت بس، اتفلقت بس. وصلت؟ فشق الأذن أو خرقها. طب الخرق ده زي إيه؟ عارف الوحدة الصحية لما تدبس البتاع في ودن البهيمة وتقول لك إنها صلاح الأكل يعني، بتاع الصفرة دي اللي في ودن البهيمة دي اللي بيخرموا بيها دي. تقول لك صلاح الأكل. هذا كله لا يضر، بس بشرط. إيه الشرط؟ ألا يسقط من الأذن شيئا. ما توقعش يا عم الحاجة حاجة من الودن، ما تقطعليش الحتة دي، ما تقطعش حتة ولا حاجة. لو قطعت هيضر ساعتها. يبقى يا أستاذ بشرط ألا يسقط من الأذن شيئا. ليه؟ لأنه لا ينقص بذلك شيء من لحمها. ما هو أنت لو قطعت منها حتة ده كده نقص من لحمها. وصل؟ لأن يبقى الشق ده الأصل إن هو مش بينقص حاجة من الودن. طب لو نقص من الودن لا يجزئ. فلو نقص، خلي بالك، لو نقص إيه؟ يجزئ يا أستاذ. شكرا. لو نقص يجزئ. هي دي الفكرة بقى يا مستر. يبقى الشق بتاع الودن ده او خرقها يا استاذ اهم حاجة ما ينقصش حاجة من الودن. خلاص يا عم الحاج يجزئ. طب لو نقص منها يبقى الحكم يا استاذ لا، ولو نقص لا يجزئ. هو انا قلت يجزئ ولا لا يجزئ؟ لو نقص يا استاذ عذرا لا يجزئ. انت كنت كاتب لا يجزي مثلا. ماشي، يمكن كده اتلخبطت ولا حاجه، عشان كده باللون الاحمر يعني. صعب الكلام. خلصنا من الودن ونقطتها يا استاذ كده. تعالى بقى الجاموسه او الشاة او المعزه فيها خراج او جرح، او الطبيب البيطري بيفضيه، بيشيله. فده الخراج مثلا ولا حاجه في جسم البهيم، وده اللحمه اللي حواليه، ده اللحم اللي حواليها يا استاذ كده. دي اسمها الفلقه بقى. هو لو شالها، لو شال حته من لحم كبيره معاها، الفلقه هنا بقى هتبقى كبيره وشال منها لحم، يعني نقص من لحم كتير، يبقى لا يجزئ. طب شال حاجه بسيطه منها من اللحم ونضف عشان ينضف يعني، شال الخراج وعايز ينضف، شال حاجه بسيطه، حاجه بسيطه ويسيره لا يضر. وصلت؟ فده موضوع بقى قطع الفلقه. الفلقه بقى اللي هي ايه؟ اللي هو الخراج او الحاجه الجرح اللي في الايه، اللي في جسم البهيمه يعني. فالبطر بيشيلها، فشال معاها لحم عشان ينظف وقت مكان الجرح. والله شال لحم، اذا كانت الفلقه بقى يسيره، اللحم مش كتير، لا يضر، لان ذلك لا يصح. طب فاذا كانت الفلقه كبيره يا استاذ يضر لنقصان اللحم. صعب الكلام. عرفنا ايه المقصود بالفلقه؟ تمام كده يا استاذ. الفلقه اللي هو الجرح ده يا استاذ. تمام كده. قال عرف التطريف. التطريف ده يعني ايه؟ يقول لك في الامتحان عرف المصطلح الفقهي. اكتب يا باشا، يبقى انت عارف المصطلح الفقهي. ادي المعزه، عارف الإلية بتاعتها اللي بتدلدل دي، بتروح وتيجي ديت بتدلدل ديت، هي دي يا سيدي الايه، الإلية اهي. ادي الإلية بقى اللي هي اللية يعني. التطريف بقى احنا قطعنا حتة من الإلية دي، الحتة دي وليكن قطعناها. قال لك استنى،
هتبقى الحكم لا يضر. طب ليه لا يضر؟ قال لك هي عامة الإلية دي بنحوش فيها الدهن كله، صح؟ المعز اللي رب الخروف بيحوش فيها الدهن كله. فلما تقطع الجزء اليسير ده، لما انت قطعته الدهن يرجع تاني للجسم تاني. اه. فبالتالي القطع اللي انت قطعته جبرناه بثمنها، سمنت، تخنت، والدهن بتاعها كتر. يبقى القطع ده جبرناه ولا ما جبرناهوش؟ جبرناه. جبرناه، لان يا جماعه الدهن اللي كان اتحوش في الحته دي اتحوش جوه الخروف. شكرا. وصلت؟ بس. لان وظيفه الاليه ان احنا الخروف بيحط فيها الدهن بتاعه، فبقى حته مش موجوده فالدهن يرجع تاني. فقال والتطريف قطع شيء يسمى الاليه فحكمه لا يضر لجبر ذلك بثمنها. ما احنا بنجبر القطعان ده بثمنها. تخن الايه؟ تخن الخروف ده يا استاذ. صعب الكلام. ماشي. طيب بص ثواني بقى. يبقى دلوقتي يا استاذ اتكلمنا على من اول ضابط المجزي. اهم حاجه نحفظ الايه؟ الضابط السلام من كل عيب ينقص اللحم او غيره مما يؤكل يا استاذ. دي اهم حاجه عندي. تمام. وقلنا الشاة المقصي او الخصي قلنا حكمه انه ايه؟ انه يجزئ. ومكسورة القرن وضحناها برضو يا استاذ على السبوره نفس الفكره. طيب تحب الخص لك الاحكام دي كلها ولا هي مفهومه؟ لا تمام. احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ يعني انت ممكن تيجي تكتب ال اول حاجه توضحها بقى. يعني بص الخصي هنا، وبعد كده القرن، وبعد كده الاسنان، وبعد كده الاذن. صح كده؟ الاذن ايه يا استاذ؟ وبعد كده بعد الاذن ايه يا مستر؟ يا ربي الضرع والإلية وكل ده يا أستاذ. الضرع وتوابعه اللي هي الإلية والذنب يعني. وبعد كده يا أستاذ بيتكلم على اللسان، صح؟ وبعد كده بيتكلم على بعد اللسان إيه؟ الأذن إحنا اتكلمنا عنها ماشي. اللسان الفلقة، تمام. والإليا اللي هي تطريف يعني. دي الأحكام اللي احنا خدناها كلها. فقلنا في الخصي صح يعني يجزئ، علامة صح دي يعني يجزئ. تمام. طب مقصود القرن يا أستاذ قلنا والله لها حالتين اتنين. لو كان الموضوع فيه خلقة يجزئ، ولو كان كسر يجزئ بشروط، صح؟ يجزئ. طب ازاي الأسنان؟ والله قلنا السنان والله بعض طب نصغر الخط شوية عشان ايه نعرف نكتب. السنان قال لك البعض، قال لك يجزئ. الكل هيبقى ايه؟ لا يجزئ. وصل ده الاصل يعني. الاذن بقى يا استاذ، الاذن الحكم ايه بقى يا مستر؟ والله يسير او بعد كله ايه؟ لا يجزئ. عامة كله لا يجزئ. في اي حاجة في الاذن لا يجزئ. الضرع بقى لها حاجتين، والله ان كان خلقة يجزئ، ان كان غير خلقة يبقى الحكم ايه؟ لا يجزئ. تمام. اللسان عامة لا يجزئ، يضر على طول. الخلقة بقى قلنا والله يسيرة، يسيرة أو كبيرة. والله كبيرة لا يجزئ، ويسيرة إيه؟ يجزئ. التطريف كله طبعا إيه؟ يجزئ يعني اللي هو لا يضر. والأذن دي بقى يا مستر قلنا فيها برضو حكمين. موضوع الأذن الحالة الوحيدة اللي فيها يجزئ بقى يا مستر في الأذن اللي لو كان شق أو خرق يعني ما نقصش اللحم يبقى حكمه إيه؟ حكمه يجزئ. ده خلاصة اللي احنا قلناه النهارده يا استاذ. ممكن بقى احنا نكتبها بقى. احنا عارفين علامة صح دي يجزئ، وخطأ لا ايه؟ لا يجزئ. فممكن بقى نكتبها بنفس الامر ده كده يا مستر.
كويس، يعني الفكرة دي كويسة مش وحشة. ماشي. صعب الكلام. انتهينا من حصة اليوم يا أستاذ. يبقى احنا كده واقفين عند موضوع وقت ذبح الأضحية. لو استفدت أو استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو حاجة بسيطة منك، ولكن بتشجعنا إن شاء الله تعالى إن احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.